طبعا انا جاي اكلمك عن ماتش الاهلي والترجي متاخر، والماتش بقاله يومين او 3 ايام ملعوب. ولكن اللي انا قلته قبل كده في فيديوهات، وانت عارفني ان انا ما بعملش فيديوهات كتير، لكن انا بقول لحضراتكم انه الفكره اللي انا قلتها قبل كده، وقلت يا جدعان انه محمود الخطيب مش هي ما بيقررش مثلا، او مش في دماغه ان هو يبني جيل جديد من اللعيبه علشان كاس العالم للأندية 2029. اتكلمت عن لعيبة كتير، واتكلمت عن محمد هاني، اتكلمت عن حسين الشحات، اتكلمت عن كتير من اللعيبة وطاهر محمد طاهر طبعا، التي لا تصلح ان هي تكمل في النادي الأهلي. الكلام ده انا قلته قبل الناس كلها، قبل الناس اللي بتتكلم دلوقتي، قبل الناس اللي بتقول لك محمد هاني ازاي بيلعب في النادي الاهلي مش عارف ايه. الكلام ده كله، انا الكلام ده كله انا اللي قايله من بدري، وقايله من زمان، على الرغم ان ناس كتيره كانت بتدافع عن اللعيبه دي، وكانت ناس بتكتب لي في الكومنتات ان اللعيبه دي لا انت كده بتظلمها. لكن اللي انا شايفه بصراحه يا جدعان، ان انا كلامي في الاخر هو اللي طلع صح. كلامي، لذلك انا بقول لك من الاخر، انا بجيب لك اللي هو ايه، ابو ناهيه زي ما بيقولوا، علشان ما نلفش وندور على بعضينا، واقول لك مش عارف نلعب كذا او الطريقه كذا او المدرب كذا. احنا دايما هنيجي باللوم على المدرب، والمدرب هو اللي فاشل، لكن احنا عندنا لعيبه لا